من اسمها اشتقت روح التحدي وصاغت تفاصيل الحكاية معجونة من المعيش اليومي، متوغلة في العلاقة بين الجسد والفكر والروح، تطارد الحلم المنشود. بحثة مرحلة ثالثة دكتوراه فلسفة سياسية، موضوعي الهوية والعلمانية عن شارلز تايلور، الفيلسوف الكندي، أستاذ فلسفة، خرج من معهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس ومشرف. كنت مغرومة قبل معناها نكتب المذكرات، خواطر، كتابة كنت نعتبرها صديقتي اللي نجم نحكي لها على أسراري، على ألمي، على فرحي، وريقات بسيطة هكا وصغيرة، وكنت ديما تخبيهم عندي وما نحب حتى حد يقراهم. كتبت الرواية كشكل ولا جنسها الرواية الحقيقية 2019. بديت كتابة توا ولا اسمها بائعة خبز الروح، كتبتها بعنوان خبز الروح فقط، وزوج شخصيات كهو اللي هي عجمية وعجمية. عجمية ودلالتها في اللغة العربية كشيء عسير، وعجمية كل ما هو دخيل عن العرب كأهل عجم. كنت مغرومة ياسر باسمي وما زلت كذلك، كنت ديما نبحث على دلالته. في عائلة بابا، أصول عائلة الحاج إبراهيم من مدينة الخليل مضفة في فلسطين، وعائلة الحاج إبراهيم الخليلي أبو عجمية. الاسم يعني موجود من قبل في العائلات الفلسطينية وكذلك في العائلات التونسية بقلة. عجمية الحاج إبراهيم تبيع الخبز وتصنع خبز الروح، بين رغيف يؤكل وآخر يقتاته الفكر تنصهر المفاهيم والمعاني، تختصم وتتصل، تلتقي وتتباعد. خبز الروح أول ما دخلت العالم بيع الخبز هو 2019. كنت نمارس في مهنتي كأستاذة فلسفة في معهد خاص، وفي نفس الوقت كنت في أوقات الفراغ متاعي نذهب المخبز ونبيع الخبز. من غاديك استوحيت أنه لازم يكون عندي خبز روح خاص فيا. من غاديك كملت الجزء الثاني وثالث، خاطر روايتي بائعة خبز الروح فيها 3 أجزاء، لكن الرواية ككل هي اللي عنوانها بائعة خبز الروح. 3 كلمات، بائعة خبز الروح، و3 شخصيات، هي عجمية بائعة الخبز، وعجمية أستاذ الفلسفة، وعجمية الكاتبة، يتلقاوا في اللفظ في الجسد الواحد اللي نحملوه كإنسان، ويختلفوا ويتفارقوا في الحالات النفسية. الرواية متاعي نوع من أنواع الصراع النفسي والصراع مع الزمن، ويتلقاوا في هدف معين وهو قراءة بسيطة للإنسان المعاصر، كيفاش ولا متشتت ما بين اليومي والضروري بتاع حياته وما بين الجانب الآخر من الإنسان المعاصر اللي نجم يكون فيه نوع من أنواع الموهبة، الإبداع المدفون فيه. يعني تشاركوا في مفهوم الخبز، لكن كل منهم تنتج في رغيفها الخاص. بائعة الخبز تنتج في خبز تستحق البطون الجائعة، وأستاذة الفلسفة تنتج في علم تستحق العقول للتفكير، للتساؤل، التقدم العلمي. والرغيف اللي تنتج فيه الكاتبة هو ما تستحقه الروح، وهو رغيفي، رغيف روحي هو الكتابة. من الرواية وأول تجربة في النشر إلى الشاعر يناصر أهل غزة في انتظار إبداعات أخرى تنهمر. أول تجربة لي في النشر وأول توقيع لي في معرض الكتاب، مازال ما تمش توزيعه، معناها مازال خرج بعد أيام العيد تحت طبع ديوان الشعر بتاعي اللي مكتوب معظمه على غزة والقلق اللي نعيشه فيه اليوم، مع كتابات أخرى إن شاء الله قريب. إذا كانت بائعة علب الكبريت في القصص العالمي لم تتمكن من إشعال عود ثقاب يضيء العتمة من حولها، وانتهت قصتها مغلوبة من الواقع المرير، فإن بائعة خبز الروح تغالب الواقع وتغلبه، وترسم للحكاية آفاقا مضيئة.